السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، مرحبا بكم مجددا مع فيديو جديد من منهج الفصل الدراسي الأول 2026 للغة العربية. عندنا أول درس في النصوص معانا نص عباد الرحمن. ربنا عز وجل بيقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طبعا عباد الرحمن نص من النصوص القرآنية ونص حفظ من سورة الفرقان. تعرض الآيات الكريمة بعض صفات عباد الرحمن، وهي رقم 1: عباد الرحمن متواضعون ويصبرون على أذى الجاهلين. طبعا عباد الرحمن من يا رب؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كلمة عباد الرحمن، عباد يعني الرحمن هم المؤمنون الطائعون لربهم، هونا يعني بسكينة ووقار، والمراد تواضعا، والمضاد طبعا كبر واحتيال. الجاهلون السفهاء، والطائشون والحمقى. بعد كده الأرض جمع الأرضون والأراضي. خاطبهم كلمهم بما يكرهونه من الأقوال السيئة. قالوا سلاما، قالوا قولا يسلمون فيه من الإثم والأذى. طبعا إضافة عباد إلى الرحمن فيها تشريف وتكريم وتعظيم، وفيها بشرى لما ينتظرون. الذين يمشون على الأرض هونا تعبير يدل على تواضعهم الدائم. علاقتها المقابلة تفصيل بعد إجمال. استخدام المضارع يمشون للتجدد والاستمرار واستحضار الصورة. آدي الآية كاملة، ودي أول شرح معاني ومظاهر جمال. لو بصينا على الإعراب يا جماعة نركز أو طلابي طالباتي الصف الأول الصف الثالث الإعدادي. عندنا عباد الرحمن، عباد مبتدأ مرفوع بالضمة، رحمن مضاف إليه، الذين فاء إعرابي، إما خبر مرفوع بالضمة لعباد، وإما وصف أو صفة مرفوع بالضمة لعباد الرحمن. يمشون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، على الأرض جر ومجرور، هونا حال منصوب بالفتحة، خاطبهم فعل ماضي هم مفعول به، والجاهلون فعل مرفوع بالواو. قالوا سلاما، قالوا فعل ماضي مبني على الضم، واو الجماعة فعل، سلاما مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لو تطرقنا إلى بقية النصوص، الآية الثانية: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون المراد بقى يغدون ليلهم، والمضاد يصبحون. سجدا ساجدين، طبعا قياما قائمين يصلون. الآية بتدل على مداومتهم على قيامهم. يا رب اجعلنا ممن يداوم على قيام الليل. طبعا متأسيين بقدوتنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وطبعا في هذا الفيديو لسه طبعا عام الهجرة الجديد 1447، فطبعا كل عام وأنتم بخير بمناسبة عام هجري جديد. الذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، اسلوب توكيد وسيله تقديم الجار المجرور لهم على خبر يبيتون. طبعا يبيتون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. بعد كده نيجي على الايه اللي بعدها: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. طبعا اصرف معناها ابعد، عكسها قرب، غراما لازما، وعكسها مفرا، ساءت قبحت، مضاد حسن، مقاما موضع للاستقرار والمقام، والمضاد مرتحل. عذاب مضاد عقاب، معناها عقاب، ومضاد نعيم، استقر المكان الاستقرار. طبعا الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب، عباد الرحمن دايما في دعائهم بيقولوا يا رب ابعد عنا عذاب النار، لان يا جماعه النار طبعا اسوأ مكان يتحط فيه الانسان، وهو عذابها ملازم. فيا رب ابعد عنا عذاب النار، اللهم ارزقنا الجنه ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها، اللهم امين. نيجي بعد كده ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اسلوب ده غرض التعظيم، ان عذابها كان غرام ثم كذبنا، انها ساءت مستقر التعليل لما قبله، ومستقر مقامه نكرتان للتاويل، وبينهما الترادف في قوي المعنى. حبيبي خد لقطه شاشه واحفظها عشان ابقى اسالك فيها في حصه قادمه. مركزين؟ ربنا يبارك فيكم. قبل ما نكمل الايه ما تنساش تشترك في قناه نسر اللغه العربيه، تنشر الفيديو لاوسع نطاق، لان نشر العلم فيه خير كثير. نكمل. بعد كده ابن العزيز: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام. أنفقوا يعني بذلوا أموالهم،
لم يقتروا يعني لم يضيقوا أو يبخلوا، قواما وسطا واعتدالا، لم يسرفوا لم يبذروا، بين ذلك بين الإسراف والتقليد. هم معتدلون في الإنفاق، لا هم افتحاء قوي في الإسراف ولا هم بخلاء قوي، وسط. وخير الأمور الوسط كما علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، إذ تفيد التوكيد والثبوت والتحقيق، لم يسرفوا ولم يقتروا بينهم تضاد يقوي المعنى. افعل المضارع تفيد إيه؟ التجدد والاستمرار واستعداد الصلاة. برافو عليك. والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا يدعون يعني لا يشركون بالله. حرم منع، يفعل يرتكب، يلق طبعا يجد وعاء والمراد ينام. النفس الروح جمعها نفوس وأنفس، الحق مضاد الباطل، ذلك أحد الكبائر الشرك بالله أو القتل النفس أو زنا، أسامة عقاب أو جزاء الاسم. ابن العزيز تاخد بالك جدا جدا جدا. يضاعف، الفعل يضاعف فعل مضارع مجزوم لأنه طبعا جاي مجزوم على ما قبله اللي هو إلا من طبعا إيه يضاعف له العذاب. عندنا والذين يدعون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، من يفعل ذلك من أداة شرط، يفعل فعل مضارع فعل شرط مجزوم، يلق فعل مضارع مجزوم بحذف حرف العلة. أنا بصينا أهوتي يلق أصلا يلقى طبعا، ولكن عشان مجزومة فأقول يلق بحذف حرف العلة. فاهمين؟ تمام. نيجي بعد كده ناخد بالنا من حاجة، لا يدعون مع الله إلها آخر. تعبير يدل هو جميل يؤكد عدم الشرك بالله. إلها جت نكرة للعموم والشمول. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، أسلوب كسر، ستر النفي بإلا والاستثناء النفي بلا والاستثناء بإلا. وطبعا آدي المعاني ودي مظاهر الجمال. خد الشاشة واحفظها. تمام. بعد كده ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا يا أبناء الأعزاء، ومن يفعل ذلك يلقى أسامة، أسلوب شرط غرض التحذير. يلقى أسامة علاقة ما قبلها، برافو عليك، نتيجة لما قبله. أثامة جت نكرة للتهويل، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تعالوا تدل على شدة عذاب من يرتكب هذه الجرائم. علاقة ما قبلها تفصيل بعد إجمال. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، تعبير يدل على رحمة الله بعباده. وكان الله غفور رحيم، طبعا غفور رحيم نكرتان للتعظيم وختام مناسب للآية. يبقى أنا حبيبي لما بحب ألخص شرح الآية قبل طبعا ملخصها، اوعى تنسى تشترك في قناة نسر العربي وتنشر الفيديو الأوسع نطاق، لأن نشر العلم فيه خير كثير. تعال نشوف صفات عباد الرحمن. أول حاجة متواضعون، متواضعون يمشون على الأرض بسكينة ووقار، ولو كلمهم الجاهل يردون عليه بقول يسلمون فيه من الاسم. بعد كده دائما قائمين لله ليلا، يقومون الليل. بعد كده يدعون ربهم أن يبعد عنهم عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم كان لازما وأسوأ ما يستقر في الإنسان. بعد كده معتدلون في الإنفاق. بعد كده لا يرتكبون الكبائر زي الشرك بالله وزي قتل النفس. بس خلي بالك، ممكن قتل النفس يكون جائز واجب في بعض الأحيان. أول حاجة دفاعا عن الوطن وعن الأهل وعن العرض، وكمان لو كان من القاتل قتلا عمد. تمام؟ ولا يزنون، دول على الثلاث كبائر دول. بعد كده يا جماعة حتى لو انت فعلت اي ذنب ممكن ترجع لربنا. باب التوبة مفتوح طالما شافت تطلع من المشرق وتذهب الى المغرب في نهاية اليوم. يبقى اذا باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من المغرب، عكس. فإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، اللي هيتوب لربنا إيه اللي هيحصل معاه؟ أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لو حبينا نقول اذكر صفات عباد الرحمن اللي جت في الآية: تواضع، مداوم على قيام الليل، توسط في الإنفاق، الصبر على أذى الجاهلين، لجوء إلى الله طلبا للنجاة من النار، اجتناب الكبائر. كيف تعامل عباد الرحمن مع الجاهلين؟ يصبرون على أذاهم فلا يردون إساءتهم بإساءتهم، إذا خاطبهم الجاهلون ردوا عليهم بقول يسلمون فيه من الإثم. كيف يرد عباد الله لهم؟ قائمين يتقربون لله عز وجل خاشعين في سجودهم. لما يدعو عباد الرحمن ربهم لماذا؟
أن ينجيهم من عذاب النار لأن عذابها ملازم لصاحبه أسوأ مكان. كيف يتصرف عباد الرحمن فإنهم يتصرفون باعتدال بين الإسراف والتقدير. ما المقصود إلا بالحق؟ أي العقوبة الشرعية التي يستحقها من يقتل نفسا بشرية عدوانا وظلما. في الآيات آثام جلبت آثام، خلي بالك، آثام بالهمزة جلبت آثام بالمادة. الآثام اللي بالهمزة اللي بالمادة عندنا الكبائر، معناها الكبائر اللي هي الشرك بالله والقتل النفس والزنا. طب الآثام بالهمزة اللي هو العقاب وهو مضاعفة العذاب والخلود. شروط التوبة يا ابني طالب الصف الثالث الإعدادي: الندم، الرجوع عن المعصية، الإيمان الصادق المصحوب بالعمل الصالح. طيب ناخد بالنا من حتة تانية، إيه هي؟ في ضوء فيما ماذا يحدث لو سادت صفة التواضع في المجتمع؟ أول حاجة لا انتشر الخير والأمان ونعم المجتمع وسعد وتقدم. اذكر صفات من صفات عباد الرحمن اللي ما لم ترد في الآية: عدم شهادة الزور، الإعراض عن أهل الباطل، عدم التغافل عن آيات القرآن الكريم. كيف يمكن اكتساب صفات عباد الرحمن؟ عن طريق التعامل مع الناس بالحسنى، الإكثار من الطاعات والإخلاص في العبادة. طبعا ابن العزيز كل حاجة بيبقى لها تدريب، وأنا هدي لك تدريب تحله. رقم واحد تاخد بالك وتديله لقطة شاشة اهوتي، ادي تدريب اهوتي، مالكش دعوه باللي متجاوب بالرصاص، انت جاوب وشوف اجابتك هل هي صحيحه ولا خطا. لو في سؤال قدامك معاك مستر اللغه العربيه قناه مستر محمد سمير اللي انت وغيرك لو شارك الفيديو واستفاد بها الجميع طبعا هيعم الخير على الجميع وهتبقى اكبر قناه على مستوى الجمهوريه. ابن العزيز ما تنساش تشترك في قناه مستر اللغه العربيه، تنشر الفيديو لاوسع نطاق، ودايما يبقى قناه مستر اللغه العربيه هي افضل قناه عندك، وهي قناه النسر القناه المفضله ليك وبيكم ابناء الاعزاء. تكون قناه مستر اللغه العربيه افضل قناه على مستوى الجمهوريه. اتمنى من الله عز وجل ان اكون قد وفقت في شرح مفصل وطبعا مفيد لابناء الطلاب وبناتي الطالبات طالبات الصف الثالث الاعدادي 2026. ده اول نص معانا، نص عباد الرحمن، نص قرآني. في نهاية الفيديو دايما بنقول وبنختم: وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.